واش الجراد كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتعرفوا الموضوع ديال اليوم هو اهولو لاعب فريق الرجاء البيضاوي، لاعب وسط الميدان فريق الرجاء البيضاوي. هاد اللاعب هذا اللي كان هاد العام عنده احصائيات كبيره، ومن احسن اللاعبين اللي كانوا في البطوله الوطنيه، ومن احسن اللاعبين اللي كانوا في فريق الرجاء البيضاوي. وقع واحد المشكل اللي صراحه عابر جدا. فوالا يعني دابا ولاو اشاعات كيف ما شفتوا في العنوان ان كاين تدخلات من الغريم انه باغي اهولو، كاين تدخلات من فرق محليين باغي اهولو. وقع واحد الخطا اللي كيجي من المكتب السابقي اللي كان فيه البدراوي واللي معاه. يعني وقع واحد المشكل اللي صراحه حشومه وقع في فريق الرجاء البيضاوي، وشي ناس خرجوا عاوجاني تسرحوا وخرجوا كيدافعوا على الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي. قال لك خسر 3 المليار، دخل 9 المليار، خرج ما شفرش ترتار صاحبي. دغيا بنادم تسرح، دغيا بنادم خرج اورجو، دغيا بنادم ولا غادي منحى اخر. هي واحد الحاله اخرى، هي ديال اهولو. انت كيفاش اصاحبي خسر شي 9 المليار واهولو ما مخلصش؟ عرفتي شنو هو المشكل الغريب في الامر صاحبي؟ هو انه فسخ العقد ديالو من طرف واحد. كيفاش البلان؟ هو انه فسخ العقد ديالو بسبب 40 مليون. تخيل معايا اهولو بشحال جاب 130 مليون. صفقه رائعه جدا، جاب 130 مليون فريق الرجاء البيضاوي. هذاك اللاعب اللي تيجيو ب 500 600. البحيري واخا كان وسط ميدان هجومي، راه كانوا باغيين فيه 500 مليون، وهذا العام ما شفناش كاع زرق ما باش في كره القدم المغربيه. واهولو نجيبو 130 مليون وسط الميدان دفاعي. راك شو الاحصائيات ديالو هذا العام، راك شو الرشور ديال الاهلي كيفاش كان، راك شو انه وسط الميدان كي كان هذا العام ديال الرجاء البيضاوي لولا الهجوم ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي ما كانش مستوى الاخطاء الدفاعيه. راك شو اهولو الاحصائيات ديالو كيف كانت رائعه جدا. وشفنا لاعب يعول عليه وعنده 29 سنه، يعني باقي ليه واحد 3 سنين يلعب كره في الطوب، يعني في الهو نيفو، وتجي انت تطلقوا ب 40 مليون. عز البدراوي الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي خدم انذار الاول الثاني الثالث من اهولو، انه باغي المستحقات ديالو، انه باغي يجري واحد العمليه جراحيه للاب ديالو، انه راه باغي الفلوس السيد ولا كيتسلف بانه باش يقضي الامور الماديه ديالو. وانت انك بغيتي تمشي من فريق الرجاء البيضاوي كرئيس ما تسوقتيش لاهولو، لي طرونج ديالو ما دازوش بسينير ب 130 مليون. تخيل معايا صاحبي 40 مليون، 40 مليون ما قديتوش تعطيوه ليه. لاعب صاحبي اللي حاليا دابا مسيني معنا واحد العامين، يعني باقي ليه واحد العامين فريق الرجاء البيضاوي كنا نبيعوه على الاقل. تخيل معايا دابا حاليا ملي فسخ العقد عنده عروض من الخليج، عروض من روسيا، عروض من تنزانيا، عروض من كاع الفرق اللي كاينه في العالم. يعني الناس باغا تعطي فيه مليار، باغا تعطي فيه 800. يعني لاعب القيمه السوقيه تزادت في فريق الرجاء البيضاوي، خصوصا ان فريق الرجاء البيضاوي كيتفرجوا فيه الناس في العالم كاملين، كيشوفوا اللعابه ديالو واخا يكون ناقص، كيشوفوا عارفين السيل جو ديالو، عارفين انه كيبانوا فيه لعابه. هذا العام كلشي كان مقابل اهولو، شافوا وسط الميدان يعني الراجل في اكفس الاحوال ديالو، كيشوفوا داك اللاعب يعني المستوى ديالو طالع وكيفاش كيلعب، ودخل في المنظومه ديال فريق الرجاء البيضاوي. وتجي انت بسبب 40 مليون تخليه يفسخ العقد ديالو من طرف واحد. حيت القانون اش كيقول باللي لما صرفتيش المستحقات ديال اللاعب واحد 3 شهور يعني كيمشي الفيفا يعني كيفسخ العقد ديالو. وهادشي اللي وقع اهولو دابا ليبر. يعني فوالا السيد جاب الله انه عقل على الخير ديال فريق الرجاء البيضاوي، وقال لك الاسهم ديالي والمستوى ديالي طلع في فريق الرجاء البيضاوي، العروض تزادت، انه كاين الاعمال ديالو قنعوا انه باش يريح يدير كونترا اخرى مع فريق الرجاء البيضاوي. ولكن هاد الكونترا غيكونوا فيها امتيازات على العقد الاول. يعني الا بغيتي تسيني معاه دابا غتسيني معاه بشروط اخرى، يعني احسن من الشروط الاولى اللي كانت، يعني بقيمه ماديه اللي غتكون زايده على القيمه الماديه الاولى. دابا ما حشوماش اننا كنشوفوا فريق الرجاء البيضاوي الكارثه هذا ديال هذا المكتب المسير السابع. يعني حشومه انك 40 مليون اصاحبي ما قديش تعطيها، واش خرج تقول لي انا 2 مليار ونص ديال 2 مليار ونص اللي عطيتي. انا فاش شفتش انا المداخيل ديال فريق الرجاء البيضاوي ما شفتش 2 مليار ونص. من جا 2 مليار ونص؟ شفنا ديال الفيدراسيون ديال المغرب اللي عطات، شفنا الكاف، شفنا مداخيل دراجه ديال لي سبونسور اللي دار الله يحسن العواش، شفنا ديال لي كارت، شفنا مداخيل ديال الجمهور. هادشي اللي شفنا فيه 9 المليار. اما 2 مليار ونص اللي قلتي عطيتي ما شفتيهاش انا شخصيا. وكتقول انك فاش مشيتي الراديو اللي مشيتي ليه عنده مشكل مع فريق الرجاء البيضاوي، شنو قلتي باللي الرجاء دخلت 6 المليار وخرجت 9 المليار، وملي كان جمع العام قلتي الرجاء دخلت 9 المليار وخرجت 9 المليار. كيفاش هاد البلان؟ لا ما فهمتش هادشي اللي واقع.
وكنشوفوا باللي لاعب بحال اهولو 40 مليون ما كايناش، 40 مليون ما خداش. هذا كاينين بعض اللاعبين اخرين حتى هما اللي حريرتهم حريره بهذا المفهوم هذا. يعني حشومه اننا كنشوفوا بهذا الشيء اخطاء كارثيه ديال المكتب السابق. شي ناس اللي دغيا تسرحوا وخرجوا بداو كيطبلوا وشافوا الموسم الكارثي اللي ما عمر شي رئيس داز بحال هذاك، لانه ولينا في هذه الرشبه الكارثيه، ولينا في هذه المشاكل الكارثيه بسبب الاموال. اللاعبين المستوى هبط ديالو بسبب الاموال، وهذا الشيء كامل بنادم نساه، ونسى الرتبه اللي فيها، ونسى التقسيط ديال الاهلي، ونسى وخرجوا عاوتاني كيقولوا الله هذا الحمد لله واحد الرئيس اللي كانش فيها الهضره وما دام والو. ياك السي محمد، هذا الرئيس راه خلع لك، هذا الرئيس راه خرج عليك، هذا الرئيس راه نتائج كارثيه يا صاحبي. راه دافعنا عليه حنا في الاول وناقشنا عليه وعطيناه الدعم وبزاف د الحوايج، ولكن ملي جينا نشوفوا دابا لقينا السيد كارثي. حنا راه معاك في الاول، يعني فهمتي، حنا في الاول معاك كنشجعوا اي واحد ومع اي واحد، ولكن فاش كدير الاخطاء ديالك راه كنتاخذوا. كتشوف باللي كارثه دابا هو دابا محشوماش. انا شخصيا كيعجبني داك اللاعب اللي صراحه، ونتحدى اي واحد نجبد لك لي فيديو ديالو نهضروا عليهم كاملين ونقارنوا بين اللاعب ديال الفريق الرجاء البيضاوي. لاعب في المستوى، انا كيعجبني داك اللاعب، حط معاه مليون اخر مليح والله يا خويا تفرج فيه. انا بزاف هذاك السيد، وانه يمشي لك بسبب 40 مليون هادشي اللي صراحه ما عجبنيش. انايا لاعب دوبل ناسيوناليتي كونغولي، الكونغو والكوت ديفوار، وعنده خو كيلعب في فرنسا حتى هو لاعب كبير، لعب في ستراسبورغ، لعب في ليل، لعب في نانس، لعب في فرق كبار. فرنسا عائله كرويه. كيف ما كتشوفوا هذا هو المشكل اللي كان ديال اهولو. وكيف ما كتشوفوا كاينه اشاعات انه باش ينتقل للغريم، وهادشي راه كاين، انه راه ضروري. كاينين السماسريين اللي كيجيو نيشان كيعرفوا بحال هاد اللاعب ليبر كلشي باغي، خصوصا انه كيبان لك انه باغيين تجديد الدماء بسبب اللاعبين ديالهم اللي كبار. وهذا الشيء اللي كان لا هو كنتمناو انه بوطريقه حاج مريح معاه دابا حاليا، وغادي يناقشوا معاه لي كونديسيون جداد. كنتمناو انه يبقى في فريق الرجاء البيضاوي، تكون واحد الكونترا اللي طويله وما نفرطوش في هذا اللاعب. وهذا الشيء اللي كاين، وديما رجاء وديال الخبيره اللي كانت اليوم الرهق.